كنت لسه نازلة أنا وجوزي من العربية، وفجأة وقبل ما أمشي لقيت اللي بيقول مش هسيبك تعيشي عادي كده بعد ما خربتي حياتي. أنا دلوقتي هوريكي هعمل فيكي إيه. وفي الوقت ده قلب عليا مية، بس من مجرد ما لمستني ولمست جلدي حسيت بنار خلتني أصرخ وألم الناس كلها من كتر الصريخ. وساعتها حصل اللي عمري ما كنت أصدق إنه يحصل لي في يوم من الأيام. والحكاية بدأت لما كنت بنضف شقتي، وساعتها الباب خبط، واول لما فتحت لقيت شاب قدامي. وساعتها قلت له نعم، حضرتك مين؟ لقيته بيقول لي انا الجار اللي تحت، احنا ساكنين بقالنا 3 شهور، وبصراحه كده انا محرج جدا اخبط عليكم لان الحمام عايز يتصلح، عمال بينزل ميه علينا، وللاسف انا مش عارفه اتصرف بصراحه لان السباك قال ان العطل من عندكم. ساعتها قلت له انا ما كنتش اعرف لان الشقه كانت مقفوله، وما حسيتش ابدا ان في حد سكن، ما كنتش اعرف يعني ان جالنا سكان جداد. لقيته بيقول لي جيت انا وامي من 3 شهور وسكننا في الشقه حلوه جدا، بس انا كنت محرج ان انا اتكلم مع حد. وبصراحه كده انا لقيت ان الوضع بقى وحش خالص، الحمام لازم يتصلح. ارجوكي لو سمحتي تقولي لجوزك او حتى تجيبوا سباك، او انا حتى اجيب لكم سباك. قلت له ما تقلقش، بكره على طول هصلح الحمام. خلاص، انا لما يجي جوزي هقول له. وساعتها شكرني جدا على ذوقي ولقيته مشي. ودي كانت اول مره اشوف ياسر فيها، وساعتها معرفش ليه قلبي اتخطف مني مره واحده. وفي الوقت ده كملت شغل بيتي. ولما جه جوزي قلت له ان الحمام بتاعنا عايز يتصلح لانه مبوظ الحمام بتاع الجيران، وكلمته وقلت له اللي حصل بالظبط. لقيته بيقول لي ما كانش ينفع يطلع وانا مش موجود. قلت له معرفش، بس انا اعتقد يعني ان هو ما يعرفش عننا حاجه، وما يعرفش ان انت كنت موجود ولا لا. اهو طلع اتكلم بمنتهى الادب ومشي، واحنا مش علينا غير ان احنا نراعي الجيران. وبعدين سيبك بقى من الموضوع ده، بكره تجيب سباك ويصلحه. انا عايزاك نتكلم في الموضوع التاني. بعت المحل وخلصت كل حاجه؟ لقيته بيقول لي اه بعته. قلت له طب فين الفلوس؟ ولا تكون حطيتها باسمي وبرضه ما قلتليش؟ عملتها لي مفاجاه. لقيته بيقول لي لا، ما حطيتش الفلوس باسمك، انا اصلا مش موافق. زعقت وقلت له هو انت يعني ايه مش موافق؟ ما احنا اتفقنا على كده، وانت وعدتني ان انت هتحط الفلوس دي باسمي. لقيته بيقول لي لا، وسابني ودخل الاوضه. ساعتها كنت متغاظه جدا، ما كنتش قادره اكتم غيظي. انا اصلا ما بحبوش، انا متجوزاه عشان فلوسه، وفي الاخر يضحك عليا وما يدينيش حاجه. ساعتها كرهته اكتر وبقيت متغاظه منه جدا. بس قلت لنفسي اهدي يا بت، ممكن مع الايام تاخدي منه اللي انت عايزاه، ما تبقيش مستعجله، اصبري وانت هتعرفي تتصرفي معاه. وعدت الايام وانا بحاول اقنع جوزي ان هو يكتب لي فلوس باسمي، وان هو حتى يكتب محل من المحلات باسمي. لكن في يوم صدمني ولقيته بيقول لي تيجي تعيش معانا، اعملي حسابك على كده. قلت له ليه هتيجي تعيش معانا ليه؟ لقيته بيقول لي لانها باعت شقتها جابت لها فلوس كتيره قوي، اصل في واحد اشترى المنطقه عندهم وهيخلي المكان عباره عن كومباوند. المهم يعني ان هي باعت وخلاص، وهي ملهاش مكان غير عندي. قلت له ماشي، ما جات لها فلوس كتير، ما ممكن تشتري شقة تانية او حتى فيلا، انتوا معاكوا فلوس كتيرة قوي، ما تبطلوا بخل بقى. لقيته بيقول لي امي وعايزها تعيش معايا، افرضي جرالها حاجة، انا عايزها تكون في حمايتي وقدام عيني. وبعدين في ايه انت مالك؟ هو انت معترضة انها تعيش معانا؟ وفي الوقت ده وقبل ما ارد عليه قلت يا بنتي يا عبيطة، ركزي في كلامه، امه معاها فلوس كتير وهو كمان معاه فلوس، وانت لسه ما خدتيش منه حاجة، اصبري عليه، يمكن تاخدي منه فلوس هو وامه. وفي الوقت ده قلت له ماشي ماشي يا عماد، هات مامتك وخليها تعيش معانا، دي هتبقى على راسي، وانا هخدمها بنفسي وهكون كويسه معاها، اوعدك بكده. على قد ما كنت متغاظه من القرار ده، على قد ما انا قعدت افكر كتير هعمل معاها ايه الست دي لما تيجي. كنت مشغوله ساعتها ومهمومه جدا، ولاني كنت متضايقه نزلت ساعتها عشان اقابل صاحبتي في النادي. بس وانا نازله شفت جارنا الجديد ولقيته بيقول لي كويس ان قابلت حضرتك، انا اسف مش عارفه اقول لك ايه، بس مامتي تعبانه جدا جوه، وانا بصراحه محتاج دكتور يجي لحد هنا لاني مش هقدر انزلها. ارجوكي لو تعرفي رقم اي دكتور نتصل بيه، لان حتى الاسعاف مش هتعرف تتصرف وهتطول قوي عليها. ساعتها قلت له اه، في دكتوره صاحبتي، انا هتصل بيها دلوقتي واجيبها على طول.
وفعلا في الوقت ده اتصلت بالدكتورة وقلت لها على العنوان، وهي جت بسرعة جدا وعملت اللازم لمامته، وانا فضلت واقفة معاه. وبعد ما خلصوا واطمن عليها لقيته بيشكرني وبيقولي حضرتك جدعة جدا. انا بصراحة مش عارفة اقولك ايه. ساعتها قلت له قولي اي حاجة، اي حاجة عايز تقولها قولها. كان عمال يبصلي بنظرات اعجاب، ولقيته بيقولي بصراحة كده انا عندي كلام كتير قوي عايزة اقولهولك من اول مرة شفتك فيها، بس انا محرج جدا لان حضرتك متجوزة. قلت له لا، احنا ممكن نتقابل ونتكلم مع بعض، ده انت شكلك كده فعلا عندك كلام كتير. بقولك ايه، ما تيجي معايا نقعد في النادي شوية؟ ساعتها وافق بسرعة جدا، ولقيته قعد معايا، ولقيته بدأ يفتح معايا كلام بسرعة، واخد عليا جدا وعارف عني كل حاجة. وانا كمان حبيت الكلام معاه، وعرفت ان هو ملوش غير امه، بس هو الظروف صعبة معاه قوي، وان هو اجر الشقة دي بالعافية وبيصرف على مامته بالعافية، ويمكن كمان مش قادر يتجوز. وساعتها قلت له خسارة، خسارة شاب زيك كده زي القمر يكون لسه ما اتجوزت لحد دلوقتي. لقيته بيقول لي بصراحة كده اللي معجب بيها متجوزة، اعمل ايه بقى؟ وساعتها عرفت ان هو معجب بيا. بصراحة انا كنت عايزة اتكلم معاه، انا اللي كنت محتاجة كده، بس هو ما قاليش ساعتها مين اللي يقصدها. قعدت معاه كتير، وتاني يوم على طول في التليفون لقيته بيقول لي بحبك، بحبك قوي كمان، انت اللي كنت اقصدها من ساعة ما شفتك وانا هتجنن عليكي. ساعتها قلت له وانا كمان معجبة بيك على فكرة، يعني تعرف انا مش مبسوطة في حياتي ابدا. وبدأت احكي له ان انا اتجوزت جواز صالونات، وان انا اصلا ما كنتش بحب عماد ولا عمري حبيته. ولقيته بيقول لي طيب ايه اللي يغصب واحدة جميلة زيك تعيش العيشة دي؟ قلت له لا، ما انا ما اقعدش معاه كل ده واطلع من مولد بلا حمص، انا لازم اخد فلوسه ونعيش انا وانت يا حبيبي. انا كمان معيش فلوس وما عنديش اي حاجة، البخيل الجلد ده ما كتبش حاجة باسمي لحد دلوقتي، وانا مش هسيبه غير لما اخد اللي قدامه واللي وراه. لقيته ساعتها بيقول لي عندك حق، اوعي تسيبي حقك ابدا. وبدأ يشجعني ان انا احاول اخد فلوس من جوزي على قد ما اقدر، علشان كمان نعرف نتجوز ونكمل مع بعض. والحياة كانت مستمرة ما بينا، وحبنا عمال بيزيد. وفي الوقت ده حماتي جت سكنت معايا، وساعتها كانت مبسوطة جدا انها جنب ابنها، على طول كانت قاعدة معاه، ومبسوطة جدا ان هو بقى بيسأل عليها بدل ما كانت بعيدة عنه. وفي الوقت ده كان الحال ماشي، وانا كنت راضية وساكتة. بس بقى بمجرد ما حماتي حطتني في دماغها وبدأت تسألني بتروحي فين وتيجي منين ومين اللي بتكلميه طول الوقت، بدأت اتضايق منها. وساعتها قلت لها انتي بتقولي ايه؟ هكون بكلم مين يعني؟ بكلم صاحبتي اللي ماليش غيرها. لقيتها بتقولي طب وريني تليفونك. قلت لها وانتي مالك؟ بتتدخلي في حياتي ليه؟ انتي كويس قوي ان انا راضيه ان انتي تعيشي معايا، ومالكيش ان انتي تتدخلي في اي حاجه تانية. لقيتها بتقولي انتي مرات ابني ولازم اعرف عنك كل حاجه. يا بنت الاصول بلاش تعملي حاجه غلط تأذي بيها نفسك وسمعتك. قلت لها سمعتي؟ انا مفيش حد يقدر يجي جنب سمعتي، صدقيني اللي بيضايقني بيندم قوي وبكره تشوفي. وفي الوقت ده حطيت حماتي في دماغي، انا ما كنتش عارفه طول منهم حاجه ولا عارفه جوزي يكتب لي حاجه، بس هي بدأت تضايقني وكمان عايزه تسيطر عليا. المصيبه بقى الاكتر ان انا سمعتها في مره بتفتن لجوزي عليا وبتقول ان انا خرجت من وراه وبتحكي له عني كل حاجه. وساعتها قررت ان انا انتقم منها واطفشها من البيت، طالما مش هعرف اخد منها حاجه وطالما هي بتأذيني وبتضايقني. في الوقت ده قعدت معاه وقلت له ياسر، انا عايز اخلص من حماتي دي، اخلص منها باي طريقه. الست دي بدأت تضايقني وبتراقبني في الرايحه والجايه، وبتراقبني وانا بتكلم في التليفون. انا بطلت ارد على الرسايل بتاعتك بالليل بسببها. لقيته بيقول لي سيبك منها، دي ست كبيره وهبله. وبعدين يا بنتي انتي قلتي ان انتي خلاص هتاخدي منه فلوس قريب. قلت له ايوه وعدني، بس دي تالت مره يوعدني، وقبل كده ما وفاش بوعده. يعني قال ان هو هيكتب لي نص مليون في البنك وحتى شويه فكه كده، بس انا مستنيه بقى، ده راجل كذاب وبيرجع في كلامه. لقيته بيقول لي طب عايزه ايه؟ قلت له عايزه اخلص من الست دي، انا مش واخده راحتي معاك. لقيته بيقول لي طيب انا عندي فكره وتنفذيها زي ما اقولها لك بالظبط. وفعلا ساعتها جبت حاجات اللي قال لي عليها. وفي الوقت ده دخلت عند حماتي الاوضه وقلت لها بما ان عماد مسافر النهارده فانا حبيت ان انا اقعد معاكي واونسك، وغير كده عملت لك الاكل ده بنفسي، كلي يا حبيبتي وانبسطي.
لقيتها بتقولي اول مره تقولي لي كلمه حلوه من ساعه ما جيت هنا. ربنا يهديك يا بنتي. طب تعرفي بقى، انا بنصحك كل مره علشان تبقي كويسه وسعيده مع ابني. نفسي انتوا الاتنين تبقوا سعداء. وقلت لها ما انا عارفه كل ده كويس قوي. لا عادي، انا فاهماكي كويس ومش زعلانه منك، بدليل ان انا جبت لك الاكل. وفي الوقت ده سبتها وخرجت بعد ما اتكلمت معاها كتير. وبعد شويه كنت عماله ببص عليها لحد لما لقيتها نامت وهي قاعده على الوضع اللي كانت فيه، وده لان المنوم كان قوي جدا. رحت ساعتها شلت الاكل من مكانه. وفي الوقت ده اتصلت بعماد وقلت له معلش يا عماد، انا عارفه ان الوقت متاخر بس ماما تعبانه قوي وانا لازم اروح لها. لقيته بيقول لي معقوله هتنزلي في الوقت ده؟ طب وامي؟ قلت له مامتك اتعشت ونامت كمان، هي نامت قدامي اهي، يعني هي مش محتاجاني في حاجه. هروح يا حبيبي ويمكن اجي بكره، معلش بقى لازم اقف جنب امي. هو بعدين ومش انت جاي الصبح بدري؟ قال لي الساعه 11 بالظبط هكون موجود. قلت له وانا قبل 11 بدقايق هكون هنا موجوده عشان نتقابل سوا يا حبيبي، لانك وحشتني جدا. وبعد ما اتكلمت معاه كتير قفلت السكه. وفي الوقت ده اتصلت بياسر وطلعته البيت، وقضينا طول الليل مع بعض مبسوطين وسعداء وبنعمل كل حاجة تساعدنا. وفي الوقت ده قلت له تعرف تعرف يا ياسر، أنا أول مرة أكون سعيدة كده، أول مرة أحس إن أنا بني آدمة وعايشة وجميلة كمان. لقيته بيقول لي أنت أجمل ست عرفتها. قلت له يعني إيه؟ عرفت ستات كتير قبلي؟ لقيته بيقول لي لا ولا واحدة. أحلف لك بإيه بس؟ لا، أنا بس عشان ما كنتش كداب، هي واحدة بس حبيتها من قلبي، وكنت بخاف عليها، بخاف حتى ان انا المس ايديها. وساعتها طلبت منها وعد انها تكون ليا انا بس وتستناني، لان انت عارفه ظروفي وعارفه ان مشواري طويل. ساعتها وعدتني انها تكون معايا، بس من مجرد ما عدى سنه واحده بالظبط لقيتها بتتغير عليا، رغم ان انا في الوقت ده كنت بشتغل شغلانتين وساعات 3 علشان اكون نفسي. المهم انها بدأت تنسحب لحد لما ما لقيتهاش في حياتي خالص. ولما دورت وراها لقيتها اتجوزت بعد ما قطعت معايا الاتصال تماما. من وقتها وقلبي كان مكسور، ما كنتش عارف احب واحدة تانية ولا اقرب من واحدة تانية، وانا كان عقلي معاها لحد لما قابلتك. وساعتها حبيت الدنيا من اول وجديد، حسيت ان الدنيا تضحك لي، ست جميلة قوي وكمان معاها فلوس وبتعملي كل اللي انا عايزه. هو انا هكون محتاج ايه اكتر من كده؟ ساعتها قلت له تبقى طماع لو انت فكرت في حد تاني. وبعدين انا بحبك، وعلى فكرة بقى انت اليوم اللي ممكن تتخلى عني فيه، انا اليوم ده مش هقدر اسيبك في حالك، ويمكن اخلص عليك. انا حبيتك واتعلقت بيك، وانا بقولك كده ومش خايفة ابدا. عارف ليه؟ عشان انت لو عملت حاجة غلط انا اول واحدة هتنتقم منك. انت لسه ما تعرفنيش في غضبي. لقيته بيقول لي في ايه يا بنتي؟ هو انت قلبتيها دراما ليه؟ ما كنا قاعدين مبسوطين وسعداء. قلت له عندك حق، النهارده هننبسط وبس، ولسه كمان اللي جاي. انت لسه ما تعرفش انا محضره لك مفاجآت قد ايه. وفعلا كملنا السهره سوا، فضلنا سهرانين طول الليل فرحانين وسعداء جدا لحد الصبح، لحد لما الساعه جت 10. وفي الوقت ده جه صاحبي ياسر دخل عندنا الشقه. وساعتها قلت له هو انت عارف هتعمل ايه بالظبط؟ انت هتدخل الاوضه دلوقتي؟ لقيته بيقول لي ما تقلقيش، ياسر فهمني على كل حاجه. وفي الوقت ده دخل الأوضة عند حماتي، وأنا قلت له انزل انت يا ياسر، انزل انت بقى وروح على البيت، وأنا دلوقتي هنزل أتمشى في الشوارع علشان كمان أظبط مع عماد ونكمل الخطة. وفعلا ساعتها ياسر نزل وأنا كمان حصلته وبدأت أمشي في الشوارع. وساعتها اتصلت بجوزي وقلت له ايه يا عماد، عامل ايه؟ أنا خلاص اطمنت على ماما ودلوقتي راجع في الطريق هروح على البيت بتاعنا. لقيته بيقول لي وانا خلاص قدامي 10 دقايق. قلت له طيب انا كده هسبقك، انا فاضلي 5 دقايق بس. بقولك ايه، انا هفضل مستنياك تحت وهنطلع سوا لانك وحشني قوي كمان. لقيته بيقول لي تمام ماشي براحتك استنيني. وفي الوقت ده فعلا استنيته تحت البيت، وهو بعد شويه جه ولقيته بيقول لي مش معقول، انا من كتر حنيتك عليا واهتمامك بيا انا ما بقتش مصدق نفسي، انا كان نفسي في الاهتمام ده من زمان. قلت له ما انت برضو لا عندك برود في العواطف، ما بتقولش ولا كلمة كويسة، ده غير كمان ان انت كل ما توعدني بحاجة ما بتنفذهاش وبتخلف وعدك معايا، وده بيزعلني منك جدا. طب تعرف بقى،
انا ممكن اديك اضعاف الاهتمام ده واخليك امير كده، اخليك تاج راسي زي ما بيقولوا، واعمل لك كل اللي انت عايزه. بس انت كمان تديني اللي انا عايزاه. انا نفسي يكون عندي فلوس في البنك، وانا قلت لك الكلام ده 100 مره. لقيته بيقول لي تاني هنتكلم في الموضوع ده هنا، ما تستني لما نطلع. قلت له ماشي، ماشي يا حبيبي اللي يعجبك، لما نطلع نتكلم ونقول كل اللي احنا عايزينه. وفي الوقت ده فعلا طلعنا عند الشقه. وساعتها لما دخلنا قلت له ايه ده، ايه الهدوء ده، مامتك شكلها مستحيه. لقيته بيقول لي ده هي وحشتني قوي، انا هدخل الاوضه ابص عليها، علشان كمان اعمل لها مفاجاه واصحيها، دي حتى بتصحى بدري، ما اعرفش ايه اللي نايمها كل ده. وفعلا ساعتها جوزي دخل الاوضه، وانا وقتها كنت فرحانه جدا وسعيده. وساعتها لقيته بيصرخ من جوه الاوضه. ووقتها لما دخلت شفت اللي انا كنت عايزه اشوفه، بس دي كانت مصيبه لجوزي، ودي كانت بدايه الخيط. واللي حصل عمر جوزي ما كان يتوقعه ابدا ان هو يشوفه. في الوقت ده شفت حماتي، كانت ساعتها لسه بتصحى من النوم وبتفتح عينيها، والراجل كان جنبها، وكانوا هما الاتنين على السرير، وطبعا كانت قلعة هدومها. وفي الوقت ده جوزي كان مصدوم ومش عارف يقول ايه. بس لقيته وقتها قرب من امه وقال لها ايه اللي انت بتعمليه ده، ازاي اشوفك في منظر زي كده، ومين اللي انت جايباه جنبك ده. ساعتها الراجل اتكلم وقال على فكرة بقى انا بحبها وهتجوزها، واحنا ما كناش بنعمل حاجة غلط، انا بحبها على فكرة وعايزها. قرب جوزي منه ساعتها وضربه. وساعتها الراجل قال له خلاص، امك عندك اهي وانت حرة بقى، ابنك هو اللي مش عايزك سعيدة وعايز يخرب حياتنا. ومشي الراجل من قدامها. الست ساعتها كانت لسه مصدومة، وكمان تأثير المنوم كان قوي جدا عليها لأنها برضو كبيرة في السن. لكن جوزي ساعتها قال لها ليه كده بس يا أمي، ليه تخليني أشوفك في منظر زي ده، ليه تعملي كده، كان ناقصك إيه، هو أنا صغير عشان تعملي فيها كده. وبدأ يعيط بصوت عالي. الست ساعتها نطقت وقالت هو أنت تصدق عليا حاجة زي كده، أنا عمري ما عملت كده يا عماد، ده أنا عايشة طول عمري عشانك، ده أنا عمري ما عملت حاجة غلط في شبابي هعملها دلوقتي وأنا كبيرة في السن. ساعتها قال لا مش عايزة أسمع منك حاجة، يلا روحي البسي هدومك وامشي من هنا، مش عايزة أشوفك مرة تانية، اعتبريني مت، وأنا كمان هعتبرك إن أنتي موتي، مش عايزك في حياتي أبدا. ساعتها قلت له خلاص يا عماد، خلاص بقى اللي حصل حصل، ما ينفعش إن أنت تعمل كده. لقيتها بتقول لي أكيد أنتي، مفيش حد غيرك، الراجل ده هيدخل الشقة إزاي. ساعتها قلت لها حرام عليكي، هو أنت تعملي حاجة غلط زي كده وتغضبي ربنا وكمان بتتبلي عليا. طب انا بقى ما كنتش موجوده في البيت اصلا من امبارح، من بعد ما اتعشيتي ونمتي انا مشيت رحت مع ماما، ومن امبارح وانا مع ماما في المستشفى وما جيتش غير الصبح. شفتي بقى انت ظلمتيني ازاي، انا بصراحه مش عارفه اقول عليك ايه. وعملت نفسي مقموصه وطلعت من الاوضه، قعدت بره. وطبعا جوزي فضل يزعق معايا لحد لما هي خرجت قدامي، ولقيتها بتقولي حسبي الله ونعم الوكيل، عمري ما هنسى اللي انت عملتيه فيا وان انت ظلمتيني. كان في مثل بيقول حاجة ما اقدرش اقولها لك، بس انتي زي ما بتعملي قررت ان انتي تخليني زيك، ومصير ابني ده هيدفع التمن. ومشيت ساعتها من البيت وانا كنت جوايا فرحانة قوي ومبسوطة جدا ان انا انتصرت عليها ومشيتها، وان انا عملت اللي في دماغي. وفي الوقت ده دخلت لجوزي، كان عمال بيعيط، معرفش ليه قلبي وجعني ساعتها. ايوه صعب عليا برضو، ما هو عشرة عمري. ساعتها قلت له خلاص طيب اجمد يا عماد، كل الناس بتعدي عليها اوقات صعبة، هو الموقف اللي انت فيه ده مش شوية وجامد جدا على فكرة، صعب يعني، هو صعب حد يستحمله، بس انت قوي وقدها، وانا جنبك سندك وحبيبتك وكل حاجة ليك. وساعتها فضلت اكل دماغه بالكلام لحد لما حس بحنيتي عليه، ولقيته هو قال لي انا ماليش غيرك، وانتي خليكي جنبي، اوعي تعملي حاجة وحشة فيا يا فرح، انا مش هقدر استحمل. ساعتها طبطبت عليه وفضلت جنبه، وكنت فرحانة ومبسوطة من قلبي، وقلت ساعتها أنا هعرف أسيطر عليه بعد الكسرة اللي حصلت له قدامي. وفعلا عدى كام يوم كان فيهم جوزي مكسور وحزين، صعب عليه قوي اللي عملته فيه أمه، أو بمعنى أصح اللي أنا اللي عملته وخططت له. وفي الوقت ده كنت قللت الكلام خالص مع ياسر علشان جوزي ما يشكش، خصوصا إن أغلب الوقت كان قاعد في البيت. بس بمجرد ما جوزي رجع لحياته وشغله مرة تانية قابلت ياسر،
ساعتها قلت له انا مبسوطه جدا ان انا معاك، وكويس ان انا خلصت من الست دي. انت دلوقتي ممكن تكلمني في اي وقت وتبعت لي رسائل وتعمل كل اللي انت عايزه. ده حتى كمان جوزي لما يسافر انت اللي هتكون جنبي. لقيته بيقول لي انا صعب عليا قوي ان اتخيل ان جوزك ده قاعد معاكي في الشقه. بصراحه الموضوع ده صعب عليا، وعلشان كده عايزك تخلصي بسرعه، تاخدوا منه فلوس على قد ما تقدري. وعلى الاقل هو دلوقتي بيثق فيكي وعارف ان انت امان وملوش غيرك، علشان كده تقدري تسيطري عليه. قلت له عندك حق، النهارده ان شاء الله هعمل سهره كده حلوه معاه وهخليه يكتب لي اللي انا عايزاه. وفعلا في اليوم ده قررت ان انا البس فستان جميل قوي كنت لسه جايباه. جوزي اول لما شافني فرح بيا، وساعتها قلت له انا حسيت ان احنا بقالنا كتير قوي، انت متضايق وانا برضو حالتي النفسيه ما كانتش قوي، وعلشان كده قررت افاجئك. وفي اليوم ده كمان جبت له هديه، وكان سعيد ومبسوط. خرجته من الحاله اللي كان فيها، ولقيته بيقول لي بصراحه كده يا فرح انتي احسن واحده شفتها في حياتي. انا عرفت ان انا ماليش غيرك، وعشان كده انا عملت لك مفاجاه النهارده، المفاجاه اللي انت كمان كنت بتستنيها، والقلوب عند بعضها. بصراحه كده انا كتبت لك $500,000 باسمك في البنك. ساعتها كنت هطير من الفرح وكنت مبسوطه جدا، مش عارفه اعمل ايه. وساعتها قلت له انا بحبك قوي، بحبك قوي يا عماد، وفرحانه قوي باللي انت عملته ده. لقيته بيقول لي فلوسي هي فلوسك، مصير الفلوس كلها هتجيلك لو انا مت او جرالي حاجه، لاني ماليش غيرك، وبالذات امي كمان لازم احرمها من الورث. ده لو انا مت الاول يعني، انما لو هي ماتت انا برضو مش عايز منها حاجه. ساعتها قلت له هو انت تعرف هي راحت فين؟ لقيته بيقول لي واحد قريبنا قال انها اخدت شقه، ما انت عارفه ان معاها فلوس، ودلوقتي هي قاعده في الشقه دي. في الوقت ده حاولت اقومه عليها واخليه كمان مش عايز يشوف وشها مره تانية، وخلصنا السهره انا وهو. وتاني يوم الصبح بعد ما مشي جوزي اتصلت بياسر وقلت له عندي ليك مفاجاه ب1,000,000 جنيه. لقيته بيقول لي خير، انتي عايزه تقولي لي ايه؟ يا رب يكون اللي في دماغي. ساعتها قلت له اه، وركزت شويه وسرحت وقلت لا، انا مش هقول له ان هما 500، انا هقول له ان هما 200 بس، واشوف ردة فعله. وساعتها فعلا قلت له ان جوزي كتب لي 200,000 جنيه بس، وهما اللي كتبهم باسمي في البنك. لقيته بيقول لي حلوة قوي، عقبال ما تاخدي منه الباقي، دي يعتبر اول خطوة، وانا بصراحة كده عايزك تشيلي الفلوس دي معايا، وبعد كده نحوشه لحد لما نوصل لرقم كويس قوي، وبعدين نفلسع انا وانتي ونتجوز يا حبيبتي. في الوقت ده كنت مبسوطة جدا بكلامه، لكني بقى كنت عايزة افعل واشوفه هيعمل ايه معايا. وفي الوقت ده كنت عايشة احلى ايام حياتي. كل يوم بعد ما جوزي بيمشي ياسر كان بيطلع يقعد معايا اوقات، واوقات كنت بخرج معاه وبتفسح، وبنعمل كل اللي احنا عايزينه من غير ما حد يعرف ولا حد يحاسبنا على حاجة. وعدت الايام لحد لما في يوم كنت خلاص امنت لياسر وعرفت ان هو كويس، وكنت خلاص كتبت ال200,000 جنيه باسمه في البنك. وفي يوم حبيت ان انا اقول له ان انا لسه معايا 300,000، وان جوزي كان لسه هيكتب لي فلوس تانية بتوع محل كان برضو بيبيعه، لانه ورث مجموعة محلات عن باباه. وفي الوقت ده رحت له عند الشغل وفضلت واقفة مستنياه، لكن الصدمة بقى كانت هنا، وده لما لقيته خارج مع واحدة وماشيين هما الاتنين بيضحكوا. في الوقت ده كنت عايزة اروح اتخانق معاه، بس ساعتها قلت لا، اصبري يا بت واتأكدي الأول، دي ممكن تكون زميلته عادي ومفيش ما بينهم حاجة. واستنيت لما بعد شوية، وفي الوقت ده قربت من الأمن، وساعتها قلت له معلش، في واحد شغال في الشركة دي عايز أسألك عليه، لأنه بصراحة كده متقدم لأختي، واحنا عايزين يعني نتأكد من أخلاقه وكده، إن كان راجل كويس ونوافق بيه ولا لأ. لقيته بيقول لي طب مين اللي انت عايزة تسألي عليه؟ قولي لي اسمه بالكامل، لو عرفت حاجة هقولك بمنتهى الأمانة. قلت له اسمه ياسر، ياسر عبد الصمد. لقيته بيقول لي اه استاذ ياسر ده لسه طالع دلوقتي مع خطيبته، هو ازاي بس متقدم لاختك؟ قلت له يا خبر، هو طلع خاطب وجاي يضحك علينا؟ لقيته بيقول لي اه ده لسه خاطب بقاله شهر ونص، هو ازاي بيضحك على بنات الناس؟ ده انا كده هقول لخطيبته بقى ان هو كان بيضحك عليها. قلت له لا لا، اوعى تعمل كده، انا انا هقول لاختي ترفض، ومفيش داعي يعني ان انت تعمل كده وتعمل له شوشره حرام.
وتجرح قلب خطيبته. هو ان شاء الله ربنا هينتقم منه من غير فضايح ولا كلام. وساعتها عطيت للامن فلوس على اساس ما يتكلمش في الموضوع ده تاني، وينساه وينساني. وعدى الوقت وانا كنت بفكر ازاي انتقم منه وازاي اخرب له حياته. وفي الوقت ده رحت لخطيبته بعد ما سألت وعرفت عنها كل حاجة. وساعتها قلت لها انا مش عارفة اقولك ايه. انا مصدومة، مصدومة وقلبي وجعني. انا لسه مصدومة في اقرب حد حبيته وكان كل اللي ليا. بعد ما اتجوزني وبقيت حامل منه اتخلى عني وسابني، واتفاجئت ان هو بقى خطيبك. لقيتها بتقول لي ايه اللي انت بتقوليه ده؟ بتتكلمي عن مين بالظبط؟ قلت لها بتكلم عن ياسر، ياسر عبد الصمد. وقلت لها كل حاجة عنه. ساعتها البنت اتصدمت ولقيتها بتقول لي هو متجوزك انت وانت كمان حامل منه؟ قلت لها ايوه. هو ازاي ما قالكيش حاجة زي كده؟ وازاي قدر يخدع بنت جميلة زيك؟ ده حتى حرام. انا مش عارفة يروح فين من ربنا. انا كل اللي عايزاه يكتب عليا رسمي علشان اسجل العيل اللي في بطني ده باسمه. انا مش عارفة هكمل ازاي في الحياة بعد الفضيحة دي. ده اهلي كمان ممكن يخلصوا عليا. ابوس ايديكي، انا طالبة منك طلب. لو هتبعدي عنه ابعدي بمنتهى الادب، لكن ما تقولولوش ان انت سبتيه عشاني. لقيتها بتقولي خلاص انا مش عايزة اعرف عنه حاجة تاني. انا ارميه في اقرب زبالة ومش عايزة اشوفه مرة تانية. انا كمان هنتقل من الشغل علشان ما يبقاش قدامي ولا اشوف وشه. وساعتها اطمنت ان انا خربت له كل حاجة. ده انا كمان اول لما نزلت اتصلت بيه بالتليفون وطلبت ان انا اقابله. ولما شفته قلت له ليك عندي مفاجأة، مفاجأة حلوة قوي. في عربية جميلة قوي انت هتشتريها، بس انا بقى هكون صريحة معاك. انت هتدفع ال200,000 اللي معاك وهتكتب كام وصل امانة كده لحد لما اجيب لك بقية فلوسها. ده كمان جوزي كتب لي 800,000 باسمي في البنك، بس انا مش هينفع اسحبهم مرة واحدة، فهسحبهم بالراحة جدا لحد لما اسدد لك العربية كلها علشان تبقى مبسوط يا حبيبي. وقتها كان فرحان قوي وكان مبسوط وصدقني. وساعتها اخدته على معرض العربيات والراجل اللي انا كنت متفقة معاه. وساعتها فضل يمضيه على وصولات وسلمه العربية. واتفسحت وخرجت معاه بالعربية. وبعد ما خلصت الفسحة طلعت لبيتي وقعدت مع جوزي. سهرت معاه لأول مرة وانا عايزة كده، وفضلت اكلمه. وفي نفسي قلت انت ما بقاش في حد في الدنيا دي ليا غيرك. انت كل حاجة ليا يا عماد دلوقتي، وانت مستقبلي. وشكلي كده هكمل حياتي كلها معاك حتى لو ما كنتش بحبك. ضحكنا واتكلمنا مع بعض. بس تاني يوم بقى كان ميعاد الضربة التالتة لياسر. وفي اليوم ده أجرت واحد يمشي معاه على الطريق لحد لما يوصل لمكان ويخبط له العربية ويبهدلها له تماما. وفعلا عربيته اتخبطت واتبهدلت تماما وما بقتش نافعة. والراجل عمل زي ما قلت له لأنه كان محترف. ده كمان عمل كده من غير ما يموته ولا يمسه بحاجة، مجرد ان العربية كلها باظت. وفي نفس اليوم عملت له بلوكات من كل حاجة، ما كانش عارف يوصل لي. لحد لما في يوم لقيته وانا طالعة قاعدة على السلم، ولقيته بيقول لي انت فين وليه عملتي لي بلوكات وليه هربتي مني؟ هو انت بتعرفيش اللي حصل لي؟ انا عملت حادثة كبيرة قوي. ساعتها قلت له يا خبر، ايه اللي حصلك يا ياسر؟ بس انا شايفاك كويسة اهو قدامي. لقيته بيقول لي لا، عملت حادثة بالعربية والعربية باظت تماما، دي ما بقتش نافعة. وانت عارفة انا كاتب على نفسي فلوس كتير وانا محتاج فلوس علشان اصلح العربية او حتى اسدد فلوسها واخلص منها. ساعتها قلت له انا اجيب لك فلوس منين؟ لقيته بيقول لي مش انت وعدتيني ان انت هتدفعي ثمن العربية دي؟ قلت له وانا ما قلتلكش مش جوزي سحب كل الفلوس اللي في البنك؟ وبعدين يا حبيبي، هو انت كنت عايز فلوس تصلح بيها العربية وتدفع اللي عليك، ولا تتجوز بيها من رباب صاحبتك اللي كانت معاك في الشركة؟ ساعتها اتصدم ولقيته بيقول لي انت بتقولي ايه؟ انا مش فاهم حاجة. قلت له لا افهم يا حبيبي، روح اسألها كده يا سابتك ليه. على العموم انا اتمنى لك كل خير، ودلوقتي انا ماليش غير جوزي حبيبي اللي انا عايشة معاه، وعايزاك تبعد عني بقى لان مش عايزة حياتي تبوظ. اصل انا قلت لك وحذرتك، اللي يحاول بس يجرحني ويجي عليا ادمر حياته نهائي. وانت خلاص ما بقتش نافع. يلا يا بابا، يلا يا بابا دور لك على واحدة تانية
تستفيد منها وتاخد فلوسها. لقيته بيقول لي مش هسيبك، هنتقم منك اشد انتقام. زي ما دمرتي لي مستقبلي وضيعتي لي كل حاجه، انت عايزاني اتسجن واتبهدل لان انت عارفه ان انا هيحصل فيا كده. انا مش هسيبك وهنتقم منك. وقتها سبته وطلعت على بيتي، وعدت الايام وانا معرفش عنه اي حاجه. وحاولت في الوقت ده ان انا احب جوزي واتقبله زي ما هو. وفي يوم نزلت من العربيه انا وجوزي، ولقيته بيقول لي مش هسيبك، هدمر لك حياتك زي ما دمرتيني بالظبط. وفي الوقت ده قلب عليا ميه، والميه دي اول لما لمست جلدي ساعتها حسيت بنار، نار فظيعه قوي عمري ما اقدر اوصفها. وقتها حسيت اني بموت، بس بموت بالبطيء. وفي الوقت ده اغمى عليا من كتر الوجع اللي كنت حاساه. ولما فوت في المستشفى ساعتها حسيت ان في حاجه غلط، وان انا مش قادره من الالم اللي في وشي. وساعتها الدكتوره عرفتني ان اتقلب عليا ميه نار، وهي ضيعت تقريبا 3/4 وشي، ووشي كله ما بقاش نافع. والصدمه بقى كانت لما الممرضه حكت لي كل اللي حصل، لانه ياسر اتقبض عليه واعترف بكل حاجه ما بينا. وجوزي لما عرف كده ساب لي بس مصاريف المستشفى وعلاجي، ولكنه طلقني عشان يخلص مني. وفي الوقت ده اتعذبت ودفعت التمن كل اللي عملته في لحظة. وكان لازم من ساعتها أعيش لوحدي وأدفع تمن الخيانة والغدر وظلم إنسان في عرضه وشرفه من غير ذنب. أكتر إنسان بيظلم نفسه هو اللي بيبص في عيشة غيره، واللي يبص لعيشة غيره فعلا تحرم عليه عيشته. علشان كده لازم نرضى ونحب قدر ربنا وكل نعمة عطاها لنا، علشان ما نندمش عليها بعد كده يوم ما نفقدها وتضيع مننا. لو عجبتكم القصة ما تنسوش تضغطوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم إشعار بكل القصص الجديدة. ولو انت بتتابعنا على صفحة الفيسبوك ما تنساش تضغط لايك ومشاركة، وكمان متابعة صفحة الفيسبوك. اشوفكم على خير ان شاء الله.